كنت فاكر ان ده برنامج زي سكايب او زوم، لكن لما بصيت على الشاشه اتصدمت. المتصفح كان مفتوح على صفحه شكلها عادي جدا، شريط بحث فوق والفيديو شغال جوه اطار ملون في قلوب وزهور زي ما شفت، بس مفيش اي عنوان واضح للموقع، كانه صفحه مش موجوده في النت العادي. الارنب لسه باصص للكاميرا، ولما شافني ماسك اللابتوب فجاه وشه القماش اتغير. العينين السود كانوا بيتحركوا، مش عينين بلاستيك زي ما توقعت، لا دي كانت بتتحرك ببطء كأن في حد جوه بيبص لي انا. الارنب قال لي بصوت واطي: انت اخوها، يعني المنافس الوحيد، هي لازم تختار والا انا هختار بدالك. فجأة الشاشة سطعت نور ابيض قوي زي الفلاش، وبعدها ظهرت صورة سريعة جدا، صورة اوضتي، السرير والدولاب، حتى صورنا اللي على الحيط. الصورة دي مش ممكن تكون معمولة صوت. اختي بدأت تعيط وهو كان بيكلمني من بدري وبيقول لي اسرار، وانا صدق. قلبي وقع، حاولت اقفل الجهاز لكن اللابتوب علق، وظهر سطر غريب بيتكتب لوحده باللون الاحمر: هنخطف اختك خلي بالك. والشاشة بقت سودة تماما، وفضلت ماسك الجهاز مش قادر اتنفس. بصيت لاختي لقيتها مرعوب، بس الاغرب انها كانت مبتسمة، ابتسامة صغيرة كانها موافقة على حاجة انا مش فاهمها. انا اتجمدت مكان ما انا واقف. ابتسامة اختي مش طبيعية، وكأن في حد مبرمج عقلها. مديت ايدي عشان اشدها وابعدها عن الموبايل واللابتوب، لكنها سحبت نفسها وقالت: هو قال لي ما تخافيش، هو هيجي ياخدني النهارده. الجملة دي خلت الدم يتجمد في عروق، وفي نفس اللحظة سمعت صوت خدش معدن على معدن جاي من عند باب الشقة، كأن حد بيحاول يفتح الكالون بأداة. جريت بسرعة ووقفت ورا الباب وقلبي بيرز. حاولت ما اعملش صوت، وفجأة الباب اتزق زقة صغيرة. انا ما استحملتش، كان عندي احساس اكيد ان في حد بره. اللابتوب رجع يشتغل لوحده، والارنب ظهر مرة تانية، لكن المرة دي مش في قعدة لطيفة زي الاول، كان واقف في مكان شبه مغرب، وورا منه في شباب لابسين نفس الاقنعة القماش، وكلهم بيضحكوا ضحك غريب. الارنب قال: احنا مش بنهزر، الباب هيتفتح كمان دقيقة، لو سلمتنا البنت هنسيبك تعيش.